في ناس بتسأل أنا كان عندي حصوة كلى وعالجتها بس للأسف الحصوة تاني رجعت، فإيه سبب إن حصوات الكلى بترجع تاني أو بتتكرر؟ وإيه هو علاج حصوات الكلى؟ هل هو دوائي أو تداخلي أو جراحي؟ طيب خلونا نعرف إن حصوات الكلى مش موضوع نادر الحدوث، بالعكس هو موضوع شائع، والدراسات بتقول إن طبعا هو أشهر في الرجال من النساء، حوالي ما يقرب من 20% من الرجال بوصوله لعمر 70 سنة يعني واحد من كل 5 رجال بيصاب بحصوات الكلى. موضوع أقل شوية عند السيدات، بيكون 1 من كل 5 نساء بوصولهم لعمر 70 بيجي لهم حصوة من حصوات الكلى، فالموضوع شائع. والتكرار عشان الناس متخيلة إن مجرد ما جاله حصوة مش هيحصل حصوات تاني، لا، كل شخص جاله حصوة في خلال 3 سنوات 10% هيتكرر عليهم الحصوات تاني، خاصة إذا ما عالجوش السبب، و30% هيجي لهم بعد 5 سنوات حصوة تاني، يعني ما يقرب من الثلث إذا ما عالجوش السبب. ليه الحصوات بتتكرر؟ بتتكرر لأن أنت ما غيرتش من نمط الحياة اللي أدى إلى تكوين الحصوات، أو ما عالجتش سبب الحصوة لو الحصوة ليها سبب محدد حسب نوعها. يعني إيه ما غيرتش من نمط الحياة؟ يعني حضرتك ما كترتش شرب المية، ما قللتش الملح بتاعك في الأكل، ما غيرتش من طبيعة أكلك اللي هو فيه خضار وفاكهة قليل، فيه بروتين حيواني كتير، فلازم تقلل من البروتين الحيواني وتزود من الخضار والفاكهة، تقلل من الملح، تكتر من شرب المية، تنزل الوزن. تنزيل الوزن مهم جدا لتقليل من معدل حدوث الحصوات مرة أخرى. لو غيرنا نمط الحياة وعالجنا سبب الحصوة بنضمن ان الحصوات ما تتكررش. بقت نقطة احب اشير اليها، ازاي نعرف سبب الحصوة؟ ده بيكون بحاجة مهمة جدا اسمها تحليل الحصوة او تحليل مكونات البول. التحليلين دول هم اهم حاجة تعرفنا ايه نوع الحصوة، واقدر اعالج السبب اللي ادى للحصوة علشان الحصوة ما تتكررش تاني. انتظرونا في فيديوهات قادمة مع كلينيدول.